السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتكلموا فيه على العطله الصيفيه وكيفاش نستافدوا منها باش نطوروا من راسنا. كاملين عندنا داك المعتقد ديال العطله الصيفيه هي الراحه والنعاس والتبحار والعومان والبيسين. المهم نتوما عارف صراحه هذا المعتقد خاطئ، حيت كتربي فيك الكسل والخمول وما كتخليش راسك يطور وتزيد لقدام. داكشي علاش جبت ليك طرق اللي غادي تساعد بهم راسك تعلم مهارات اللي غيعاونوك في الدراسه او لا في الوظيفه ديالك. فرصتنا في التعلم ونطوروا من حياتنا ما كتجيش فجاه ولا كتجي على غفله، كتبغيك تبحث وتستعن بالكتب ديال التطوير الذاتي. في هذا الفيديو ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نكتشفوا طرق باش تستافد من الصيف بطريقه ذكيه. وما تنساش تدعمنا بالاشتراك وشارك معنا تعليقات زوينه ولا خايبه باش نزيد بالمحتوى القدام. اول حاجه هي كنجبد الورقه ونكتب الاهداف ديالي. زعما شنو بغيت ندير في هذا الصيف؟ نقدروا نخلقوا تحدي غير مع نفوسنا باش نخرجوا من الملل. غادي نخططوا الحويجات اللي بغينا نديرو، وما تقولش ليا بلي ما عارف شنو تكتب. عندنا بزاف د الحوايج نقدروا نتعلموا، بحال نتعلموا شي مهاره جديده، نتعلموا شي لغه، نقراو شي كتاب، ولا ما كانش عندنا شي مهاره نقدروا نتعلموا من جديد. بقى عندنا الوقت، ولكن على حساب انت وشنو تبغي دير في التحدي. هذا التحدي هو تحدي كنتحداو به ريوسنا بعدا قبل من الناس، كنتحداو به ريوسنا باش نطوروا من الذات ديالنا. غادي تقول لي راه عينا من كثره الحفاظه والامتحانات وسهر الليل والفياق بكري بغينا نرتاحوا. نقول لك بلاتي باقي ما كملتش. ملي غادي تعمل هذه الخطوه الاولى ديال تخطيط الاهداف ديالك، غادي دير واحد النهار او لا يومين باش ترتاح. الراحه ضروريه باش تنجز المهام ديالك، ولكن ما تطولش اكثر من يومين. الا طولتي اكثر من يومين حيت غادي تطيح في منطقه الراحه كتسمى لا كومفورت زون. وهاد لا كومفورت زون بالضبط الا بغيتوني ندير عليه فيديو كنشرح فيه هاد المعلومات كامله ديال لا كومفورت زون، اكتب لي في التعليقات غادي نشرح لك في الفيديو مزيان شنو السلبيات ديالها وعلاش ما خصناش نطيحوا فيها. دابا ندوزو بعد ما ارتحينا وكتبنا الاهداف ديالنا وخصنا نطبقوهم. الناس اللي باقي ما كتبوش الاهداف ديالهم غادي نوريك بعض الاهداف اللي اي واحد يقدر يكون دايرهم في حياته، ومن بعد ما تخدم على هذوك الاهداف ديك الساعه كتولي تكتشف اهداف اخرين، كتولي تبحث. حيت ملي كتكون عندك اهداف وكتبغي تخطط ليها كتبحث على بزاف الحوايج كيخرجوك. ديك الساعه ملي غتكتشف الاهداف ديالك عاود كتبهم في ورقه، واخا تعمر الورقه ولكن هذيك الورقه غتبقى عندك، خصها تبقى عندك وما تضيعهاش. يعني كتب في ورقه باش ملي تبغي توصل ليها تسالي الهدف الاول وتوصل للهدف الثاني تبقى عاقل على داكشي اللي باغي تحفظ، داكشي باش ما تنساش. غادي نبدا باول حاجه هي تعلم اللغه. كاينين مجموعه ديال الدراسات كتشير باللي التعلم ديال لغه جديده كتزيد القوه التركيز، كتنشط الخيال الدماغ. والناس اللي كتتكلم بلغتين يعني جوج لغات او اكثر نسبه التفكير ديالهم عاليه بزاف. داكشي علاش غادي نعاود لكم على اللغه اللي عندها واحد الشعبيه كبيره. بصراحه اللغه اللي عندها واحد الشعبيه كبيره هي الانجليزيه، حيت اي دراسه علميه كاينه في الانترنت غادي تلقاها بالانجليزيه. كتوصل نسبه الدراسات اللي كاينه بالانجليش تقريبا 52%. يعني غادي تلقى المجال اللي باغي تتعلم ليه اكثريه بالانجليزيه. وفي نفس الوقت اذا تعلمتي الانجليزيه غادي تسهل عليك التوظيف، يعني تخدم في اي مجال، حيت اي مجال دابا حاليا ولا كيبغي الناس اللي كيهضروا بالانجليزي. يعني غتكون من الاوائل باش تخدم في بزاف ديال الشركات. وإلا بغيتو نجيب لكم مواقع باش تتعلم اللغه الانجليزيه فابور كتبوهم هنا في التعليقات وغادي ندير عليه فيديو غادي نشرح بزاف المواقع اللي كيديروا التعليم باللغه الانجليزيه. وندوزو للهدف الثاني من احسن الاهداف اللي عندي انايا وعزازين عليا، هي قراءه الكتب. القراءه هي من الامور الزوينه اللي تقدر تدوز بها الوقت، حيت كتقضي على الملل والاكتئاب، وفي نفس الوقت كتزيد في المستوى الثقافي وكيتختلف انواع الكتب من الروايات حتى الكتب التطوير الذات. بصراحه كيعجبني نقرا الكتب التطوير الذات حيت كتزيد من المخزون الثقافي ديالك. والقراءه بصفه عامه كتخليك في واحد الحاله نشيطه باش تقدر تحلل المعلومات اللي كتقراها. وإلا كنتي باغي معلومات اكثر على الكتب ديال التطوير الذات كتب لي في التعليق شنو تبغي تعرف على الكتب. وصلنا لفقره
الكورس اونلاين اللي هما دورات تكوينيه اللي كتكون مجانيه، وكاينين اللي بالفلوس. كاينين مواقع بزاف كيديروا دورات بزاف ديال المجالات، من بينهم يوديمي، ادراك، منصه يوديمي ومنصه ادراك، وكاينين بزاف. غير انا شديت لكم هاد الجوج وحطيتهم هنا. بالخصوص يوديمي كاينين دورات مجانيه وكاينين دورات بالفلوس، زائد شواهد في هذوك المجال اللي كتقرا عليه. والاغلبيه ديال الدروس يوديمي انجليزيه، يعني عندك فرصه انك تتعلم اللغه الانجليزيه في نفس الوقت كتعلم المجال اللي انت فيه. واللي بغى اي مجال يتعلم ليه ولا مهاره او اي حاجه باغي يتعلمها ويقرا على شي كورس، يصيفط لي اش من كورس وغادي ندير عليه فيديو، غادي نجيب لكم دورات تكوينيه وفابور. دابا وصلنا للرياضه. الا ما كانش عندك القدره باش تحاول دير رياضه في الجيم، حاول تريني في الدار على الاقل 20 دقيقه في النهار. كاين اللي غيقول لي 20 دقيقه قليله بزاف، بالنسبه ليك انت اخويا خذ ليك ساعه ونص. يلا سيدي حنا درنا معاك المزيان على حساب الجهد ديالك. اما راه كاين ناس اللي يلاه باغيين يبداو الرياضه، يعني ما خصناش نعطيهم اكثر من الجهد ديالهم. التامل، كاينين الناس غيسولوني شنو هو التامل وما عرفش شنو هو التامل. ديما كنسمعوا هاد الكلمه. التامل هو واحد الطريقه بسيطه باش كتقلل من الضغوطات النفسيه. الا حاولت تجرب بعض الدقائق انك تامل في النفسيه ديالك، غادي تساعد راسك على الهدوء والسلام الداخلي. التامل هي من واحد الرياضات اللي يقدر اي شخص يمارسها، حيت هي رياضه ذهنيه وما كتطلبش بزاف ديال الجهد او لا الفلوس. كذلك الصلاه عباره عن تامل في الخالق وتعيش السلام الداخلي، يعني خصنا نقربوا مزيان الصلاه ديالنا، هادشي هي كتعطينا واحد السلام الداخلي. والى هنا تنتهي حلقتنا، تسناو موضوع جديد. والا بغيتوني نتكلم على شي موضوع كتبوا لي في التعاليق، واي نقد بناء مرحبا بك. وما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناه ديالي فضلا وليس امرا باش تحفزوني نكمل في هذا المحتوى. شكرا لكم مره.